ينفع اشتري الكيلو ب 240 جنيه من بره وانا ممكن اعملها في البيت وببلاش؟ طب يلا نصلي على الرسول في الاول ونشوف المكونات والطريقه مع بعض. دايما احب اجيب الحليب البلدي الطازه من عند حد مضمون طبعا يفضل، عشان يديكي طبقه قشطه حلوه. هي دي اللي هنستخلص منها الزبده الفلاحي. اغلي بقى الحليب كويس قوي من قبليها بليله واسيبه على رخامه المطبخ يبرد، وادخله على طول على التلاجة. تاني يوم بيتجمع طبقه قشطه حلوه كده، اخدها احوشها لحد ما اعمل كميه محترمه. اليوم اللي هعمل فيه الزبده بطلع القشطه من الفريزر تفك ساعتين 3 مش اكتر، واشتغل فيها وهي ساقعه جدا عشان تفصل معايا بسرعه. خدوا بالكم من التكه دي، اوعي تسيبيها تبرد. سواء بقى هتستخدمي العجان او ايدك او المضرب الكهربائي، تعالي اوريكي المراحل بتاعتها. اول حاجه لما تضربيها هتحسي ان هي عامله زي الكريم شانتيه شويه. مع الاستمرار في الضرب هتلاقيها بدات تتقل وتجمد معاكي، وطبقه الدهون تفصل عن كميه السائل اللي بتكون فيها. مش هقول لكم بقى ان هي بتتعمل بسرعه وكل الكلام ده وفي ثواني هتخلصيها، لا يا جماعه، هي ليها مراحل لازم تعرفيها عشان اكون امينه معاكم. يعني لو اول مره تعمليها تبقي عارفه. بدات خلاص تجمد وتجمع الدهون اللي بتكون فيها مع الاستمرار في الضرب. كمان حسيتي ان العجان سخن او المضرب الكهربائي، ممكن تفصلي تريحيه عشان بس ما يبصي، مش عشان نعمل زبده نبوظه، وتكملي بايدك عادي خالص. ساعات كتير لما كان عندي قشطه وانا واقفه كده في المطبخ، مش شرط يعني والله اشغل عجان ولا اي حاجه، اعملها واعمل الكوره على طول وادخلها على الفريزر. كل ما اجمع حبه والسمنه تخلص عندي اطلع على طول اسيح، بتنفعني طول السنه، مش لازم يعني في شهر رمضان ولا اي حاجه، وببلاش. خلاص مع الاستمرار في الضرب بدات بقى تفصل عن السائل اللي بيكون فيها اللي هو الشرش. اوعي بقى ترميه، ده ليه استخدامات كتير جدا. هنحاول بقى نخلص كمية الدهون دي من سلاح العجان، ما شاء الله شايفين، خطيرة. سمنة بلدي طبيعي. كده انا وريتك كل المراحل بتاعتها، وكمان هوريك ازاي تسيحيها وتسويها على النار. هنبدأ بقى نطلع الدسم ده ونضغط عليه وتقسميه على كورتين 3 زي ما تحبي. انا كنت عاملة شوية شايلاهم في الفريزر، هنطلعهم مع بعض. كوريها واضغطي عليها، نزلي السائل كويس قوي. شكليها بقى الشكل ده او الشكل اللي بالطول زي الجاهز. هاتي بقى معلقة معدن كده وابدأي طلعي اي حاجة تكون في نهاية البولة. طبعا خسارة، كل حاجة نستفيد منها. اضغطي كويس قوي. انا عملت شكلين، الشكل المدور والشكل الايه المطول زي اللي بنشتريها من بره. مع الفارق بقى الطعم احلى كتير. زبدة طبيعية 100%، مش مخلوطة بأي حاجة. وادي بقى الشوية اللي أنا كنت عاملاها من فترة. كل شوية كده أعمل كورة أو كورتين وعلى طول على الفريزر لحتى ما إيه أكون كمية حلوة زي ما انتم شايفين. أنا دي مسيحاها الحقيقة عشان شهر رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. شايفين بقى بتجيبوا الكمية دي بكام؟ توفير التوفير يا جماعة حلقة النهاردة. وادي بقى الشرش هنضيفه في أكياس تلاجة، تقدري تستخدميه في جميع أنواع المخبوزات. هتاكلي بقى أحلى مخبوزات عمرك ما اكلتيها في حياتك، وخصوصا بقى في الفينو. احنا دايما بنضيف على الدقيق المية او الحليب. استخدمي بقى الشرش ده بتاع الزبدة وادعيلي. وادي بقى الكيس اللي كان عندي قبل كده في الفريزر. يلا بقى نوزن ونشوف طلعنا كمية قد ايه من الزبدة. 2 كيلو الا جرامات بسيطة، يعني وفرنا في ميزانية البيت 500 جنيه. زبدة بلدي طبيعي مش مخلوطة، خطيرة. وزي ما انتوا شفتوا كده المراحل بتاعتها بسيطة، بس لازم تكوني عارفاها. عاوزة اقول لكم برضو قبل ما انسى، جودة وطعم السمنة معتمدة على نوعية الحليب اللي انت بتستخدميه، عشان كده بأكد لازم يكون نوعيته كويسة. ضفت معلقة صغيرة من الملح على الكمية دي تطعمها والطعم المرتاح. تعالى اوريكي بقى المراحل بتاعة السوا لو اول مرة تسيحي سمنة. خلاص هي دابت وبدأت تخش في الغليان، ولازم النار تكون هادية جدا، ما تكونش عالية عشان ممكن تفور وتبهدل الدنيا. طول ما على وجه السمنة الطبقة البيضة دي هي لسه مفصلتش. امتى تعرف ان هي استوت وفصلت؟ لما تلاقي المرتة بقت في نهاية الحلة ووجه السمنة رايق زي ما انت شايفة كده، هي كده زي الفل. ما تتكش بقى عليها لحد لما يبقى المرتة لونها بني تغمق لي لون السمنة. انا عاوزة اللون الفاتح المبيض اللي احنا متعودين عليه. خلاص انا كده هقفل عليها واسيبها بقى تهدى. جهزي البرطمانات، لازم تكون معقمه وناشفه جدا، وننزل على طول بالكميه. عاوزه اقول لكم وانا بسيحها ريحتها كانت جايبه اخر الدنيا. معلقه منها تطعمي بيها الاكل على شويه زيت وتدعيلي. ببلاش يا جماعه عملناها وما كلفتناش حاجه. لازم نتعود في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده نعمل كل حاجه في البيت. شايفين كمان طلعت كميه مرتة قد ايه؟ وانت كده بقى قاعده ما تنسيش تجيبي رغيف عيش وتسخنيه وتاكلي سندوتش من المرتة دي، خطيرة.
كمان أنا ممكن أضيف منها معلقة أو معلقتين على طبق بيض كده محترم في الفطار أو العشاء، لو مش بتحبي البيض هتعشقيه. يا رب أكون أفدتكم في حلقة النهاردة. شفنا خلاص مراحل التصنيع بتاعتها من القشطة، وكمان إزاي تسيحيها، سهلة وبسيطة. ما تنسوناش بقى في لايك وشير، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وباي باي.